قناة خضر إسماعيل تقدم مع الموسيقى هنسهر والمغنى والألحان، نسمع أغاني وطرب من فن أهل زمان، مليان ثقافة وأدب، أشكال على ألوان، معاني سامية وجميلة بتسمو بالوجدان. ما الفن أصله اتخلق لسعادة الإنسان. أغاني ودائما معنا ومعكم الشاعر الكبير خضر إسماعيل، نجاة الصغيرة، وحسين السيد، ومحمد عبد الوهاب، القريب منك بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بك محمد يا أيمن. أهلا بك. وأهلا بالسادة المستمعين والمشاهدين والمحبين والمتابعين. معنا ومعكم اليوم تحفة من تحف الغناء المصري والعربي. معنا ومعكم كوكبة من رجال الفن والأدب والموسيقى والغناء. معنا ومعكم العملاق الكبير والرائد الكبير موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ومعنا ومعكم الكاتب الرائع الفنان الدائم الأديب المتميز حسين السيد. ومعنا ومعكم صوت الحب، صوت الرومانسية، صوت الدفء والحنان، صوت الغزل والجمال. معنا ومعكم نوجة نجاة الصغيرة في أغنية من روائع الغناء العربي، القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب. حينما نتعرض سويا لهذه الأغنية بالتحليل وبالتعليق، فإننا نتعرض لتحفة وأيقونة من أيقونات الغناء المصري والعربي. حينما نتعرض لهذه الكلمات الرائعة من ذلك الشاعر الرائع، كلمات بسيطة تغري بعض الناس غير المتفقهين في اللغة بأنهم يجعلوها سطحية، لكنها في حقيقتها عميقة وذات جذور وفلسفة ومعاني. فتعالوا معنا نبحر في كلمات حسين السيد، نتأملها من قريب ومن بعيد، ونحاول أن نستشعر الدفء فيها الذي يملأ أركان حروفها لتأخذنا بعيدا في جوانح الوجدان والمشاعر، حيث الحب وتدفق المشاعر. تعالوا معنا نقرأ تلك الكلمات. القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب. على فكرة المقولة اللي احنا بنقولها دي هي مقولة بتتقال الوقت باللهجة العامية، لكن لها أصول فلسفية ولها أصول في الشعر العربي. يعني الشعر العربي القديم بيقول ايه؟ طلبت بعد الدار عنك، طلبت بعد الدار عنك لتقربي، وكأن في البعد القرب كل القرب. ليه؟ لأن الشاعر والمحب لا يرى بالعيون، ولكنه يرى بالوجدانيات وبالقلوب وبالمشاعر. فتسافر الأرواح مسافات ومسافات لتلتقي بالأرواح، وهناك يكون التقاء الأحبة. فليس شرط الحب القرب المكاني، لكن شرط الحب القرب في المشاعر وفي الوجدان وفي الأحاسيس. أم كلثوم بتغني في الأطلال وتقول: ثم أغمض عينيك حتى تراني. على لسان الشاعر برضو اللي كتب الكلام: أغمض عينيك حتى تراني، كأن عدم الرؤية معناها الرؤية الكاملة عند المحبين، لأن المحبين لا يروا بالعيون، بل إننا
نجنح إلى القول الصوفي: قلوب العارفين لها بصائر ترى ما لا يراه الناظرين. هكذا يبدأ حسين السيد ويستهل أغنيته بالمعنى الفلسفي ده وبالمعنى العميق ده. القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب، القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب، كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب، كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب، لسه بيسميك حبيب. حبيب أحلامي، حبيب دموعي وهنا أيامي، حبيب عيني، حبيب أحلامي، حبيب دموعي وهنا أيامي، أهون عليك أسهر بألامي وتوه نجوم الليل في ظلامي، أهون عليك أسهر بألامي وتوه نجوم الليل في ظلامي، يا رايح للي فقت لي عيوني سهرانة على الداري، أمانة وصف له دمع عيوني طول ليلي ونهاري. القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب، كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب. طب ليه بيقول كده؟ القلب اللي حبب لسه بيسميك حبيب. هل هو عايز ينفي عنه صفة الحب؟ هل هو يعني شايفه ما هوش حبيبه؟ ولا دي لحظة غضب، لحظة شوق، لحظة اشتياق جعلته ينطق بلسانه على لسانه ما ليس بقلبه؟ فهو في قلبه الحبيب الدائم، وفي مشاعره هو الحبيب الساكن. ولكن حينما يقول كل ده وقلب اللي حبك لسه بيسميك حبيب، اللي حبك لسه بيسميك حبيب، القريب منك بعيد، ده معناه ايه؟ ان ما عاشه المحب في بعد المحبوب من الاشواق ومن لواجع الشوق والسهر والألم والحاجات دي، يعني خليته في النهاية يتساءل: هو ده حبيبي؟ بيعذبني ليه لما هو حبيبي؟ ما هوش عارف إن عذاب المحبين عذاب جميل، عذاب يتحب، مش عذاب ينفر منه الأحباب، لا، هو عذاب يحبب للنفس ويدوب كل أثاره ساعة ما يتقابل الحبيب بحبيبه. نسيت ساعتها بعدنا ليه؟ أول ما قابلته أم كلثوم بتقول كده: نسيت ساعتها بعدنا ليه؟ فين دموعي اللي ما نامت ليالي، بابتسامة من عيونه نسهان، أمر عذاب وأحلى عذاب، عذاب الحب للأحباب. أيوة، هو العذاب الحلو والجميل اللي بيحبوا المحبين واللي بينسوه بمجرد ما تتقابل العيون على طول. أول ما يشوف حبيبه ينسى كل حاجة، ما ينسى ولا كان فين عيوني اللي ما نامت ليالي، ابتسامة من عيونه نسهان، أمر عذاب وأحلى عذاب، عذاب الحب للأحباب. القريب منك بعيد، القريب منك بعيد
والبعيد عنك قريب، القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب، كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب. دي البداية اللي استهل بها حسين السيد الأغنية، واللي بدأ اللحن بتاعها محمد عبد الوهاب، مع مقدمة رائعة جدا وجميلة جدا، حاجة فوق الوصف وفوق الخيال، جمال ومتعة وحاجة غير معقولة. تعال بقى اسمع بقى الكلام بقى، يا رايح للي فايت لي عيوني سهرانة ولا داري، أمانة اوصف له دمع عيوني طول ليلي ونهاري. وخد بالك يا ترى مين اللي رايح ده؟ هو مرسل إنسان يعني باعتين له، ولا الشوق والحال هيروح له، ولا شكوتي وألمي اللي أنا بشكوها هتوصل له؟ في كل الأحوال كل ده وارد. رسول رايح فبتألفه وبتحلفه وبتقول له أمانة يا رايح للي فايت لي عيوني سهرانة ولا داري، أمانة اوصف له دمع عيوني طول ليلي ونهاري. منك منك كل ده وقلب اللي حبك لسه بيسميك حبيبي. طبعا احنا واحنا بنتكلم الكلام ده وبنقول الكلام ده بنحكي حكاية الأغنية، هو بيقول القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب، كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب، لسه بيسميك حبيب. هو بيقول كده بالهدوء ده وبالجمال ده وبالصوت الناعس الجميل بتاع نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة بالمناسبة في حاجة مهمة جدا. ليه سموها نجاة الصغيرة؟ سموها نجاة الصغيرة ليه؟ لأن كان في زمان قبل ظهور نجاة في الستينات كان في مطربة كبيرة قوي اسمها نجاة علي. نجاة ايه؟ علي. ونجاة علي دي كانت أغنية مطربة مشهورة ومهمة جدا، وهي ايه؟ كانت غنت أغاني لها واقع يعني مهم جدا، زي ما بتقول فاكراك ومش انساك مهما الزمان قاساك، ولا نسيت حبي وان رحت مرة تزور، عشت الهوى المهجور، سلم على قلبي سلم على قلبي، أنا قلبي لسه هناك ويا القمر سهران. كده كانت بتغني نجاة علي أغنيتها فاكراك ومش هنساك، دي كان اسمها نجاة علي. فلما جت نجاة الصغيرة قالوا لا طب نميز نجاة من نجاة، فسموا نجاة بنجاة ايه؟ الصغيرة. مع اننا عارفين كلنا ان نجاة الصغيرة هي أخت سعاد حسني، وأبوها اسمه كمال حسني، وأبوها سوري. وزي ما تقول احنا على لقاء دائم مع القطر السوري ومع أصوات السوريين اللي عاشوا في مصر وأمتعوا المصريين بأصواتهم الجميلة وفنهم الجميل. صحيح هي تربت في مصر وتولدت في مصر ولكن بأبوة أبوها كأنه سوري، راجل له جنسيته السوري، فهي تعتبر من ايه؟ من سوريا. وده يخلينا نفتكر كويس قوي العديد من المطربات والفنانات السوريات اللي جم في مصر، على رأسهم فايزة أحمد. ثم الوقت واحنا بنتكلم على نجاة ايه؟ الصغيرة. فهي اسمها نجاة الصغيرة لأنها كانت هناك نجاة أخرى وهي نجاة علي. طيب. القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب. لحد كده النهاردة خلصت الحلقة، ومعادنا بكرة سوا نكمل الغنوة ونبين المعنى ونشرح الألحان. معادنا بكرة سوا مع فن أهل زمان، أغاني كلمات ومعاني.